هقول لكم على موقف حصل ما بين مجلس اداره نادي الاهلي لمجلس اداره نادي الزمالك حاليا. موقف كده وهيبان لقصادكم قد ايه مجلس اداره النادي الاهلي وقد ايه النادي الاهلي اصلا كبير بعقليته وبمبادئه وباخلاقه. لما مجلس اداره نادي الزمالك خلاص كابتن حسين لبيب بقى هو رئيس مجلس اداره نادي الزمالك والاعضاء الكرام بتوعه، النادي الاهلي راح منزل تهنئه على الصفحه بتاعته لكابتن حسين لبيب واعضائه والمجلس اداره نادي الزمالك. بل وكمان كابتن محمود الخطيب راح رايح ليهم بالورود هو ومجلس اداره نادي الاهلي كلهم يباركوا للكابتن حسين لبيب والاعضاء. دلوقتي كابتن محمود الخطيب خلاص كسب الانتخابات وهو رئيس النادي الاهلي، ولا سمعنا مجلس اداره نادي الزمالك هنأ كابتن محمود الخطيب، ولا سمعنا عن ان مجلس اداره نادي الزمالك بلغوا تهنئه او نزلوا على الصفحه بتاعتهم تهنئه للكابتن محمود الخطيب، ولا شفنا حد من نادي الزمالك بارك حتى للكابتن محمود الخطيب او حتى اتواصل معاه. ما شفناش كل الكلام ده. ما شفناش مجلس اداره نادي الزمالك داخل النادي الاهلي بالورود زي مجلس اداره نادي الاهلي. ده الفرق ما بين الاهلي والفرق ما بين الزمالك، فرق ما بين مجلس اداره النادي الاهلي وفرق ما بين مجلس اداره نادي الزمالك. ده الفرق ما بين الاهلاوي والفرق ما بين الزملكاوي.